السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. احمد حسام ميدو منزل 6 مقاطع هجوم على عبد المنعم لوحده في برنامجه الزملكاوي اللي بيتذاع على قناة محايدة المفروض يعني، وكل ده بعد توضيح اللاعب للصورة المنتشرة. ده كلام محمد فارس ورد عليه رد قوي جدا، وبيوجه له رسالة وبيقول له ركز وانت بتقول عشان في ناس بتراجع وراك. بيقول محمد فارس الهجوم والست مقاطع اللي نزلهم ميدو خلوني افكر ان عبد المنعم كان عايز يضرب المدير الفني لمنتخب مصر عشان بدله في نص نهائي افريقيا، وكان ممكن يوقع الفريق نفسيا ونخرج، ولكن ربنا كرمنا واللاعب اللي نزل مكانه هو اللي سجل ووصلنا نهائي البطولة. بس بعيدا عن ده عايز ارد على المغالطة بتاعة ان عبد المنعم مدافع كويس فقط لمجرد ان مفيش مدافعين كويسين في مصر. الكلام ده ملوش علاقة بكرة القدم اساسا، لان الارقام هي اللي بتتكلم. كوليبالي مدافع السنغال واحد من اغلى المدافعين اللي جم في تاريخ افريقيا، وصف عبد المنعم في البطولة الافريقية قبل الماضية انه واحد من افضل المدافعين اللي شافهم، وانه مدافع يقدر يلعب في اكبر فرق اوروبا. عبد المنعم هو اغلى مدافع داخل القارة. عبد المنعم هو اغلى مدافع داخل القارة. عبد المنعم هو اغلى لاعب عبد المنعم هو اغلى تاني لاعب في قائمة الاهلي. عبد المنعم هو سابع كترتيب اغلى لاعب في قائمة منتخب مصر في افريقيا 23. عبد المنعم هو اغلى تالت لاعب مصري في الدوري. عبد المنعم هو المدافع المصري الوحيد اللي سجل 5 اهداف في مواجهات اقصائية في دوري ابطال افريقيا، منهم هدف التتويج، وده اهم هدف اللي هو امام الوداد في 2023. البطولة دي اللي دخلت للاهلي ما اكتر من 7 مليون دولار. لو انت مش عارف يا ميدو المعلومات دي ومفيش معاك حد يساعدك، ادينا بنساعدك عشان لما تتكلم بعد كده تكون مركز في كلامك وعندك منطق، بدل ما تقول كلام يضحك عليك.